فيديو النهاردة عن جريمة بشعة حصلت بالأردن الشقيق. فيديو النهاردة عن واقعة تقشعر لها الأبدان. زوج ينهي حياة زوجته بسبب رسالة على تليفون الواتساب بدون ما تكون ليها ذنب. الزوجة اللي عندها أكتر من 50 سنة، والزوج الستيني للأسف ينهي حياة زوجته بعد صلاة الفجر أمام بنته العروسة، أمام بنته الكبيرة. ايه اللي عملته الزوجة وايه الرسالة اللي كانت على الواتساب عشان الزوج اللي بعد عشرة العمر سنين اكتر من 40 سنة، ولا حوالي 40 سنة بالفعل متزوجين، ويجي بعد عشرة العمر بسبب رسالة بدون ما يسمع حتى رد فعل الزوجة ينهي حياتها بالطريقة البشعة. يلا نشوف ايه اللي اتحكم عليه النهاردة من المحكمة بالأردن الشقيق، وايه التفاصيل اللي هو قالها واللي قالتها بنته اللي كانت موجودة معاه أثناء ارتكاب الواقعة، واللي شافت أمها وهي بتموت قدام عينيها. أتمنى من حضراتكم تشوفوا الفيديو للآخر، وياريت دعمنا بلايك، ولو اشتراك هيكون شرف لينا تواجد حضراتكم الكريم بقناتنا المتواضعة. زوج وزوجة وعدى بيهم العمر مع بعض، والمفروض ان هم عشرة عمر بقالهم سنوات وواثقين في بعض، ومش اي رسالة او اي كلمة او اي شيء انت تشوفه يضيع السنين دي كلها بلحظة غضب او بلحظة انفعال. في اليوم اللي حدثت به الواقعة الزوجة كانت نايمة والزوج صاحي وبيصلي الفجر، وهو صاحي سمع بعض الإشعار بتاع الرسائل على تليفون زوجته. لايك للفيديو بالله عليكم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، ويمكن أزواج كتيرة تستفاد من اللي احنا بنقوله ده، لأن للأسف لحظة غضب بتضيع كل شيء وبتنهي حياة أسرة. الزوجة تموت والزوج بالسجن والأولاد لا حول ليهم ولا قوة. وقعت النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في أحدى الأيام أو في يوم الواقعة. الزوج كان بيصلي الفجر والزوجة نايمة عادي، والتليفون بتاعها محطوط على الكومودينو جنبها، والزوج شوية وهو بيصلي سمع شعار كده على تليفون زوجته. شوية تاني خلص الصلاة وبيعمل أي حاجة، الكلام ده كله بعد الفجر، لقى إشعار تاني وتالت على التليفون. فتح التليفون بتاع زوجته قعد يقلب فيه، بالصدفة لقى رسالة من واحد بيقول لها بعتيلي صورتك. مجرد ما شاف الرسالة مسك التليفون وصحاها وضرب وتعدي، وللأسف وهو بيجرها من شعرها وأخدها عند بنتها. والبنت في ايه يا بابا، في ايه يا بابا، والزوجة تقول له انت مجنون، انت مجنون، ايه اللي بتعمله ده، انت اتجننت. وماش مثل واحدة نايمة في أمان الله ولقت زوجها بيواجهها بحاجات ومش مديها فرصة انها تتكلم، وماسكها من شعرها وتعدي. وهي طبعا من رد الفعل مش قادرة تصدق ان هو انت اللي انا عشت معاك السنين دي كلها. مجرد ما تشوف حاجة لسه ما سمعتش ولا عرفت هي ايه ولا تأكدت منها، تقوم بكل ما يأتيك من قوة ان انت تضربها وتموتها وتخبطها. ايه ده؟ أخد طبعا الزوجة وراح وشدها من شعرها لغرفة بنته. شوفي أمك، شوفي أمك، وراح دنه يضرب فيه، يخبط فيها لحد ما خبطها بالكومودينو، وطبعا نزفت وبدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة بالأرض. وهو طبعا كان في غضب ومش عارف هو بيعمل إيه. البنت بدأت تصرخ ماما بتموت، والزوج طبعا رجع تاني عقله فاق شوية، أخد الزوجة وراح للمستشفى عشان ينقذها. لكن للأسف فور وصول الزوجة للمستشفى الزوجة لفظت أنفاسها الأخيرة. وطبعا المستشفى سألته إيه اللي حصل، إيه اللي قال لها، قال لهم أنا تعديت عليها وعملت فيها كذا وكذا. طبعا المستشفى على الفور اتصلت بالشرطة، والشرطة على الفور وصلت للمستشفى وتحفظت على المتوفاة اللي هي الزوجة، وتم القبض على الزوج، وبدأ يكشف عن تفاصيل عن حياته هو وزوجته والسنوات الكتيرة وإيه اللي شافه على الواتساب يخليه يرتكب الواقعة البشعة دي. اتكلم المتهم وقال ان هو اكتشف وجود محادثات على تطبيق الواتساب ومكالمات فائتة بينها وبين واحد او رقم هاتف اخر،
وبعد كده الشرطة طبعا بدأت تاخد تليفون الزوجة وتبحث من خلال شركة الاتصالات بالأردن وتشوف مين رقم الشخص ده وإيه الرسائل اللي على التليفون وهل في منها رسائل محذوفة ولا لأ. وحاولت تسترجع كل شيء على التليفون. لقوا إن تليفون الست دي محدش كلمها غير رقم الزوج بس ورقم بنتها على التليفون، والرقم الآخر ده بقالهم أكتر من سنين، يعني محدش بيكلمها غير الرقم ده. وكل مكالمة من الثلاث مكالمات اللي الشخص ده كلمهم ليها يعني دقيقة ونص ويتصل تاني ودقيقة ونص، ولحد ما في آخر مكالمة ابعتيلي صورتك. طبعا برضو الشرطة بدأت تبحث عن الرسائل دي. في الآخر لقوا إن ده شخص كان بيعاكس عادي، ومجرد إن هي قالت قالوا مين فما ردش أنا واحد عاوز أتكلم، فقفلت التليفون. بعد كده أنت مين ما تتصلش تاني، وراحت قافلة التليفون. في آخر مرة قال لها بعتيلي صورتك. فيعني مجرد واحد كان بيعاكس، والزوجة لا استجابت ولا ردت ولا اتكلمت ولا أي شيء. يفاجئ ان الزوج بقى وهو بيفتح تليفون زوجته يلاقي واحد بيقول لها بعتيلي صورتك، ونفس الرقم ده حصل بينه وبين زوجته 3 مكالمات او مكالمتين. بدون ما يفكر وبدون ما يسألها وبدون ما يحصل مناقشة بينه وبين زوجته أو يعني أم بنته الكبيرة وسنوات طويلة ويعني عشرة عمر، في ثانية شكيت فيها. يعني الشك ده يعني مش هنقول إن أنت بتغير عليها، بس الشك ده مرض، الشك ده مرض، ولازم يكون في لغة حوار، في لغة تفاهم بينك وبين زوجتك، مش إن أنت بلحظة غضب تقوم ناهرها وتعدي وتخبطها. كل ده بسبب إيه؟ طبعا الزوج لما الشرطة كشفت على التليفون ووضحت لي المكالمات اللي كانت بين زوجته الله يرحمها وبين الشخص ده، وأكدت له ان المكالمات مجرد واحد بيعاكس. وفي آخر مرة لما الزوجة قفلت التليفون راح كاتب لها رسالة على الواتساب بتاع الرقم بتاعه، على الرقم بتاعها ابعتيلي صورتك. والزوجة لا استجابت ولا ردت ولا اتكلمت وتجاهلت الموضوع ولا كان في دماغها أي شيء. طبعا الزوج انهار وبدأ يبكي، والزوجة اتكلم طبعا تقرير الطب الشرعي ان الزوجة لما وصلت المستشفى كان في نزيف دموي يعني داخل فروة الرأس، وأكد ان للأسف الزوجة اتوفت بسبب النزيف الناتج من الجمجمة نتيجة الارتطام بجسم صلب، وهو الكوميدينو اللي اللي خبطها بيه. طبعا قرار المحكمة اتحكم على الزوج لأنه ما كانش في وعي، يعني ما كانش قاصد، كان مجرد مشاجرة وقلبت بيموت. حكم عليه ب10 سنين سجن. وطبعا بكاء وانهيار انه يعني ما كانش مصدق ان هو عمل فيها كده، ونتيجة انفعال وان الزوجة طلعت مظلومة في الاخر. هستنى تعليقاتكم. للأسف يعني عدنا بنشوف وقائع بشعة بين الزوج والزوجة، لأن مفيش تفاهم، مفيش ثقة، مفيش لغة حوار بينهم، فبالتالي كل شوية بنشوف واقعة أبشع من اللي قبلها. هستنى تعليقاتكم على اللي عمله الزوج، وادعوا للزوجة بالرحمة وربنا يصبر بنتها يا رب على وفاتها.